في قلب وسط البلد، وتحديدا في باب اللوق هتلاقوا قهوة ستراند. القهوة افتتحت سنة 1937. هي مش مجرد قهوة، لأ، دي بيت للصحاب والكتاب والطلبة والفنانين، ولأي حد عايز يلاقي نفسه وسط روح القاهرة القديمة. الناس بتحبها عشان بساطتها، الكراسي الخشب، الشبابيك المفتوحة، ريحة القهوة والونس اللي بيخلي حتى الغريب يحس انه ببيته. القهوة بتتميز كمان بلوحات الخط العربي واللي أبدع فيها الفنان محمد العسوي، وهي مالية حيطان القهوة. وللأسف اتشالت اللوحات دي زي ما القهوة كمان هتتشال. قهوة ستراند شافت جيل ورا جيل، شافت ضحكة ناس كتير وأحلامهم، شافت ناس بتتقابل لأول مرة وناس بتودع بعض لآخر مرة. مئات الذكريات محفورة على الترابيزات بتاعتها واتحكت في صمت حيطانها. كانت بالنسبة لناس كتير أكتر من قهوة، كانت شاهدة على زمن كامل. والنهاردة الحد 31/8/2025 ودعنا المكان، وكانت آخر يوم ليها. ليه؟ علشان القهوة اتباعت وهيفتحوها محل نظارات. للأسف القهوة هتروح بذكرياتها زي أماكن كتير في بلدنا راحت، يا إما اتباعت يا إما اتهدت، ومعاها اتهدت ذكرياتنا. وكأن الحاجات القليلة اللي كانت فضلنا من الزمن الجميل، الذكريات والأماكن اللي بتفكرنا بنفسنا وباللي حبيناهم، حتى دي مش عايزين يسيبوها لنا. بقينا نمشي في الشوارع ومش لاقيين ملامحها، كأننا عمرنا ما مشينا فيها. الأماكن بتتغير، والحيطان اللي كانت بتحضن حكاياتنا بتختفي، واحنا للأسف بنتغير معاها غصب عننا. وداعا ستراند، وداعا لكل ضحكة وونس وذكرى اتحفرت فيكي. يمكن القهوة راحت، بس الحيطان هتفضل تحلف إنها شافت ناس كتير وسمعت حكاياتهم وضحكتهم ودموعهم واحتوتهم يوم. وداعا قهوة ستراند، وداعا لكل مكان شايل معاه ذكرياتنا وحياتنا. وداعا مصر الحقيقية، مصر القديمة اللي حبها بيجري في دمنا. وأهلا بمصر الحديثة الجديدة اللي معرفهاش وما كنتش أتخيل إن أعيش وأشوف وأسمع كل حاجة بتحصل حوالينا من كام سنة فاتت. وداعا ذكرياتنا وحياتنا.